كاين لحظات في حياتنا ما كنحسوش فيها بالحزن وما كنحسوش حتى بالفرحة. كنحسو غير أننا ماشي في المكان اللي خصنا نكونو فيه. وهنا كيتطرح السؤال الحقيقي: واش السعادة شي حاجة كنستناو فيها ولا شي حاجة خصنا نختاروها؟ وقبل ما نكملو، إلا هاد الهضرة كتبان ليك قريبة، دير ابوني لاشين باش يبقى يوصلك هاد النوع ديال الحلقات. مرحبا بكم، معكم بشرى في بومبي تالك بودكاست. بعض المرات كنوقفوا شوية، ماشي للهروب، لأننا وصلنا لواحد النقطة خصنا فيها نكونوا صادقين مع راسنا، كنبعدوا على الصداع باش نسمعوا لراسنا مزيان. وهاد الوقفة ماشي ضعف، راها مسؤولية. وعلى داكشي علاش أنا غبرت عليكم، كان خصني ننظم شويش الأفكار ديالي ونعاود نرجع لكم. واليوم بغيت نهضر على السعادة، ماشي كحلم، ماشي كحالة مؤقتة، ولكن كاختيار كنقوم به كل نهار. بزاف من الناس كيربطوا السعادة ديالهم بالظروف، بالناس، ولا بواحد المرحلة في المستقبل. كنقولوا منين نرتاح غادي نكون سعيد، أو لا من يتبدل هذا الوضع غادي نفرح. ولكن في هذا الانتظار كنساو أن الحياة ما كتوقفش، والسعادة ما كتجيش من برا. حيت إلا بقينا كنستناو الدنيا تبدل باش نسمحوا لراسنا نكونوا بخير، راه حياتنا غادي تبقى معلقة في واحد النقطة وما عزيتش لقدام. السعادة ما كتسكنش في المستقبل، السعادة كتسكن في دابا، في شنو كنختاروا وحنا عايشين نهارنا. واحد عالم النفس قال واحد الجملة بسيطة ولكن عميقة: Le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les gérer avec sagesse et amour. هاد الفراز من عند تال بن شحر، والمعنى ديالها أن المشكل ماشي أن المشاكل كاينة، المشكل هو كيفاش كنوقفوا قدامه. واحد كيتهرب، واحد كيتجاهل، واحد كيسلم. ولكن الإنسان اللي فعلا في حياته كيقول هادشي واقع، ولكن شنو نقدر نختار دابا باش ما نضيعش راسي. السعادة ماشي أنك تكون مزيان ديما، السعادة أنك تكون واعي بشنو كتحس وبشنو كتسمح يدخل لحياتك، تكون فاعل في السعادة ديالك. يعني ما تبقاش تستنى شي حد ينقدك ولا شي ظروف يرحموك. يعني تعترف أن المسؤول في اختيار على السكوت يعني تعترف أن المسؤول على اختيارات، على السكوت اللي دازو، وعلى النعم اللي تقالت، وأن كنت باغي نقول لا. وهذا الاعتراف ماشي جلد الذات، راه بداية الحرية. واحد العالم آخر عبر عليها بهذا الشكل: Le bonheur est un état d'être, non une récompense à mériter. يعني السعادة ماشي جائزة كنستناوها في آخر الطريق. السعادة هي كيفاش كتكون وانت غادي في هذا الطريق، كيفاش كتعامل راسك، كيفاش كتسامح راسك، كيفاش توقف من اللي تعيا. وكاين حتى واحد الوهم آخر، كنربطوا السعادة بشنو عندنا: فلوس، علاقة، نجاح، إلى آخره، بشي حاجات مادية. ولكن شحال من واحد عنده كل شيء وما مرتاحش؟ حيت السعادة ما كتجيش من التراكم، كتجي من التحرر. Le bonheur ne consiste pas à accumuler des possessions, mais à développer un esprit libre et joyeux. Bertrand Russell. تحرر من شنو؟ من المقارنة، من إرضاء الناس، من فكرة أنك خاصك تكون شي واحد آخر باش تستاهل الراحة. السعادة اختيار صعيب ولكن صادق، كيطلب الشجاعة باش تقول لا، باش تغير الاتجاه وباش تغير راسك، وحتى إلا ما فهمك حد. ولكن في هذا الاختيار كتولي فاعل، ماشي متفرج على حياتك. إلا وصلتي حتى لهنا وعجبتك هذه الحلقة، راه هذه هي البداية. ماشي خاصك تبدل حياتك دابا، ولكن خاصك تعترف بأن السعادة ديالك ماشي مسؤولية ديال حتى واحد آخر. وبالمناسبة المراجع اللي ذكرت اليوم غادي نخليهم لكم في الديسكريبسيون باش اللي بغى يبحث يديرها على راحته. وإلا بغيتي خلي لي كومنتير في هذا الفيديو وفعل الجرس
باش يوصلك الحلقة الجاية. كانت معاكم بشرى في بومبي تولك بودكاست. سيو في الحلقة الجاية.